بصوا بقى هنا صينية الكفتة بعد ما استوت. بصوا بقى الجمال والحلاوة، شايفين الحلاوة والجمال؟ حاجة كده تحفة، اللهم بارك، جميلة. بصوا حاجة كده روعة، جميلة ما شاء الله، تحفة. تعالوا بقى نشوف الفيديو مع بعض ونشوف عملنا الوصفة الجميلة دي ازاي. السلام عليكم. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على رسول الله ونسمي الله. النهاردة هنعمل صينية كفتة بالخضار. معانا هنا فلفل احمر وفلفل اخضر وبصل وخضرة، هنضربهم في الكبة. هنا البصل والفلفل اتفرم معانا اهو. هنحط عليه اللحمة. معانا هنا نص كيلو لحمة مفرومة. هنحط بقى التوابل، فلفل، كمون، كزبرة، جنزبيل، قرفة، ملح، مكعب مرقة، نضرب بقى كله مع بعضه. هنا بقى بعد ما الكفتة اتعملت كلها مع الخضار واتجمست مع بعضها، هنسمغها بايدينا كده عشان كلها تدخل في بعضها كويس. شوية زيت. هنا نعمل الكفتة. هعمل بقى بقية الكمية، هعملها كلها وارجع لكم تاني. كده هنعمل بقى، هنرص الخضار كده. هناخد شريحة بصل مع شريحة طماطم، هنا شريحة بطاطس، هنحط شريحة الكفتة والثوم، شريحة فلفل، نحط اهو، نرص كده بالظبط. هنا اهو ناخد شريحة بصل وشريحة طماطم، نحط تاني بطاطس وبصل. هنا بقى صينية الكفتة بعد ما رصيناها وخلصناها اهي. هنجيب بقى هنا معلقتين صلصة ونحط عليهم مية سخنة، نحط رشة فلفل، رشة كزبرة، رشة كمون،
رشة ملح صغيرة، هنا معلقة سكر عشان بس حموضة الصلصة، شوية زيت، نقلبها. هنسقي بقى بها الصينية. هنغطيها بقى، نقفلها بورق فويل وندخلها الفرن لحد ما تستوي. بصوا بقى هنا صينية الكفتة بعد ما استوت. بصوا بقى الجمال والحلاوة، شايفين الحلاوة والجمال؟ حاجة كده تحفة، اللهم بارك، جميلة. بصوا حاجة كده روعة، جميلة ما شاء الله، تحفة.